2011 دما نونو يخكي هبو از وانا كرت بچن جبركو ديرو برا يخكي هبو وهوالا جنو تدا هبون يعني يك دو هوال هبون شهيدين دسبكي وهوالا دسبكي هوال سلاوا وهوال بريوان بو يكمين اف ظلم وروشاكو جن وكرد الروجا السوري او كظلم دديتن كو چاند وان ندهات ناس كرن زماني وان قد خبو حموتش قد خبو كسك سوروزار قد خبو هرتش قد خبو يعني ظلمي فرصال جيان بون هل زيدا جي جن اف ظلم دديت جبوي جي او چرسكي يعني روناهيا شورشي ودسبكي يكنين براستنا خورت هبو يعني دما آوابو جن دست ترلبون يكمين هوالي ترلبون هوال سلاوا هوال بريوان بو ودورا يعني بشهادة هوال سلاوا هوال بريوان يعني وقت دسبكي چند هوال بون هوالي جن بس دورا بشتريك هوال بريوان وهوال سلاوا شهيد كتن بان دورا پرمزن چكر لسر جناج بركو ايريش هبون ويدمي بان دورا مزن سر جن چكر سر جوانن كچين جوان چكر وتبليبوني هجماري كي مازن يفجي تشيبون بس 2013 شهر نيسان ما يبجي اعلان كر طابوره كي وليجن يبجي عفريني يكمين طابور العفرين ابابو بداية أهلا وسهلا فيكم كلياتكم. حتى يعني أقدر أوضح السبب اللي خلاني أنا أنتسب للقوات العسكرية النسائية. أول شيء يلزم أعرف عن القوات العسكرية النسائية اللي أنا أنضم لها. يعني نحن كقوات حماية نساء بيت نهرين، يعني قوات نسائية سوريانية. طبعا مثل ما حكوا الرفيقات عملنا واحد مشترك مع المكونات الأخرى ضمن المنطقة. أكيد تجربة النساء الكرديات كانت سباقة لنا. يعني نحن كقوات عسكرية نسائية سوريانية تأسسنا بسنة 2015. طبعا تاريخيا تعتبر خطوة تاريخية لنا كشعب سرياني، لأنه ما في عبر التاريخ يعني ما كان في قوة نسائية عسكرية سابقا لنا، وخاصة النسائية يعني بشكل عام ما كان فيه، ونسائي بالتحديد. بداية طبعا هاي الخطوة أكيد كانت صعبة يعني بالنسبة لنا، لأنه الوضع بشكل عام حكوا عنه كمان الرفيقات. وضع المجتمع والشعب كان في يعني عملية تعنيف للمرأة بشكل كبير، عملية الاضطهاد يعني ضمن الشرق الأوسط بشكل عام، وخاصة ضمن المنطقة عندنا يعني في حالة عنف كبيرة تعيشها المرأة، ولحد هذا اليوم في نساء يعني عم تعاني من هذا العنف والاضطهاد. وهذا هو يعني الهدف الأساسي يعني من عملية أو أهمية الدفاع الذاتي للمرأة بالنسبة لنا نحن، أنه نوصل لمرحلة تكون فيها كل امرأة قادرة أنه هي تحمي ذاتها، تدافع عن نفسها وتدافع عن النساء من أبناء جنسها وعن شعبها وعن أرضها بشكل عام. يعني هاي يعني هي الهدف الأساسي نقدر نقول. أما كمان يعني عملية الدفاع الذاتي هي ما بس فن قتالي أو حرب أو يعني فنون قتالية تتعلمها المرأة ضمن المجال العسكري. الأهم هو العملية الفكرية، يعني الدفاع الذاتي ينطلق من الوعي الفكري. الإنسان لما يكون عنده أو المرأة لما يكون عندها دافع أو وعي فكري تنطلق منه، هي قادرة تحمي ذاتها يعني ضمن المجتمع بشكل عام، بغض النظر إذا هي يلزم تقاتل أو تحارب. أكيد بأوقات اللي يلزم أن يكون في
حرب وقتال رح نكون فيها جاهزين أو كنا فيها جاهزين. أما العملية الأصعب هي العملية الفكرية، يعني نحن شلون نقدر ندافع عن ذاتنا كنساء ضمن المجتمع، شلون مثل ما تفضلوا الرفيقات، يعني نحن نقدر نكون يعني ننطلق من مفهوم الحرية للمرأة بشكل عام، لأنه اليوم الحرية يعني ما أنا حرية فردية، يعني أنا اليوم ما أقدر أحصل حقوقي أنا كفرد ضمن المجتمع بدون ما نساء هذا المجتمع كل وحدة فينا تكون حرة. يعني الحرية لازم تكون عملية متكافئة وبشكل عام. هذا أحد يعني كمان الأسباب الرئيسية اللي خلاني أنضم للقوات العسكرية النسائية. هلا بالنسبة للمجلس العسكري السرياني نحن معنا طابور، نحن في عنا أكاديميات وفي عنا نقاط عسكرية ضمن الجزيرة بشكل عام. طبعا يعني ضمن النقاط او الاكاديميات او هاي اكيد يعني مثل ما حكينا اهم شيء يتركز على تدريب المراه بتدريب فكري سياسي، يعني في نظام عسكري هذا معترف عليه ضمن النقاط العسكريه والاكاديميات بشكل عام، هذا روتيني يعني ما له شيء مختلف عن الاكاديميات او النقاط الثانيه. اما يعني سياسيا فكريا اكيد من يعني كل مراه كل مجتمع في له تجربه معينه يعني ضمن التجربه السياسيه او الاجتماعيه، فنحاول يعني نركز بكل منطقه او بكل نقطه او اكاديميه على السياسه يعني بالمنطقه اللي هن موجودين فيها او الفكر اللي هن يعني عم يعيشوه، لحتى نقدر نوصل لمرحله يعني انه نكسر فيها الصوره النمطيه عن المراه انه هي كمان مثل ما قالوا الرفيقات انه هي فقط للمنزل، فقط للاعمال والواجبات المنزليه. المراه قادره اليوم انه هي توقف لجنب الرجل وتحارب بغض النظر عن المحاربة إيش هي يعني. وحققت هذا الشيء نساءنا صراحة يعني ضمن المشهد السياسي والعسكري. اليوم نشوف جميع النساء من كافة المكونات في تجربة الإدارة الذاتية عم يتصدروا المشهد السياسي، وأكيد هاي كانت حرب طويلة يعني بالنسبة لنا، واكيد لازم يعني يكون في لسه المسار او النضال لسه مستمر لحتى نقدر نوصل للهدف الاساسي اللي نحن